هو اول لعبه بعدنا بالمنزع والسعوديه، كابتن حكيم قال احنا والسعوديه نهائي. قلت هذا السحاره انت. اول مباراه كان أول... يتوقعها الكابتن حكيم. اي اول مباراه لعبنا ويا السعوديه، فبنزع لعبه قال احنا والسعوديه نهائي. انا قلت ابدا السوالف لانه ما يخلصون. سبحان الله صدق لعبنا فعلا النهائي. لعبت النهائي مع احنا السعوديه. والسعوديه بعد مباراه انتهينا اول لعبنا ويا كوريا، من فزنا مصطفى ناظم قبل بوقتها. لعبنا ويا اليابان فزنا واحد. مباراة اليابان اللي هي كنت انت مبدع بيها. اي سجلت الهدف. الفوز بوقتها وانتهينا للنهائي لعبنا ويا السعوديه. اليابان قضيتها هم قضيه. هم قصة. اي جاني قلت له ها كابتن موش بوقتها 2014 ودخول داعش. صح. تليفونات ماكو، ياخذ تليفونات من يمنعته، ما يعرف حتى ما نعرف اي شيء يصير. فنسمع نشوف داعش اكو وهذا. كان قال له امجد، قلت له قال لي داعش بالكوت. بالكوت؟ انت شو صار؟ قلت له قول يا الله. قال له امجد داعش بالكوت. قلت له ايه؟ قال تقول يطلعون من الكوت. قلت له يعني انا دخلت للعبه انتحاري. يعني ما اعرف شنو الوضع. وسبحان الله سجلت وكنت من افضل اللاعبين المباراه. فجيت ورا اللعبه قلت كابتن طلعوا من الكوت؟ قلت طلعوا. قال لا راحوا. مواقفه حلوه الكابتن حكيم. انت هذا الموضوع حكيته وصارت عليه اثاره كبيره جدا بوقتها. هو كابتن حكيم بروحه. اي بروحي كان يعني من شوف هاي الروح المعنويه. هو من باب الروح المعنويه. واللي اكيد يعني اثرت طبعا جابت نتيجه. طاني حافز انا بوقتها، صار له حافز. يعني هو كان يعني يستخدم هذا الاسلوب يعطي حافز للاعبين. بس كان يتفق ويا لاعبين. اي طبعا يعني هي بوقتها بنفس اليوم قوم 2 لاعبين قدامي يبكون. هو بشيء حلو يعني مثلا قبل اللعبه يسوي محاضره، فيقوم 2 قدامك يحجون قبل اللعبه، او يقوم واحد يحكي، وقوم 2 قدامي يعني يمشون من اصدقاء قريبين علي. قوم من وراهم اريد احكي ما اقدر من البكي. يعني قال مثلا محمد حميد قال انا اهلي محصورين بالرمادي ولا عندنا اكل ولا عندنا غاز، وظل يبكي. فانت تنهضم تدري اللعبه تجي بس توصل حتى ناكلهم دول. اي فما تقدر يعني هو يحفزك باشياء مو طبيعيه. سبحان الله مشت ويانا الامور ومشت.